الثانويه العامه دي خدعه كبيره. اوعى تصدق اي حد يقول لك ان درجتك في الثانويه العامه هي اللي هتحدد مستقبلك. 99% من الشباب بتبقى عايزه تجيب مجموع عالي عشان تضمن مكانها في طب او هندسه. طبعا ده ما بيحصلش، وبنقعد نقول اتظلمت واتخرمت وسارقين درجاتنا بقى وبتاع. سيبك بقى من كل ده وتعالى اقول لك تعمل ايه لو ما جبتش مجموع في الثانويه العامه. انا دانيال هشام وده فيديو جديد. اعمل لايك وفولو وتعالى اما اقول. اول حاجه انت هتعملها هتشوف مجموعك ده يدخلك ايه وادخل. هيبقى معاك 4 سنين هتتعلم فيهم مهارات حقيقيه بتجيب فلوس. لغات زي الالماني اللي اقل شغلانه كول سنتر فيها بتجيب الوفات الالوفات. وان انت تتعلم اللغه ملهاش اي علاقه انت في كليه ايه. وعندك بقى مهارات بالكود زي التصوير والبرمجه مونتاج. واهم نصيحه من اخوك الكبير، اتعلم واشتغل من وانت في الجامعه، وصدقني هتسبق كل اللي حواليك. وتعالوا نتناقش في الكومنتات عن الشغلانات اللي احنا ممكن نشتغلها والمهارات اللي احنا ممكن نتعلمها، اللي هيخلينا في ال4 سنين الجامعه نكون اتعلمنا حاجه تعوضنا عن اللي حصل في الثانويه العامه، وعشان نبني مستقبلنا بجد وننجح. ابعت الفيديو ده لصاحبك او قريبك وطمنه ان المستقبل مش واقف على درجتك في الثانويه العامه. واللي انا قلت لك ده عشان